السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي طلاب بريكتو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بعد غيبة طويلة. طبعا احنا عندنا امتحان شهر مارس الاسبوع ده باذن الله. فاحنا طبعا جايين عاملين ريفيجن كويسة جدا 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 جدا، واظن اللي حضر ريفيجن الترم اللي فات اللي كانت في نهاية الامتحانات اظن ان اللي هيتفرج عليها كلها اظن ان هو هيجيب في الورقة ال 24 كاملين، وده بفضل ربنا طبعا ان شاء الله باذن الله. احنا النهارده هنتكلم في يونت 1 كامله، وده مقرر شهر فبراير اللي احنا هنمتحن عليه باذن الله يوم الاسبوع ده عامه، يعني ايا كان انت منين. يونت 1 عندنا بعنوان البريودك موشن. فانا في اليونت دي هتكلم عن تو ليسونز. اول ليسون عندي الاوسيلاتوري موشن، وتاني ليسون عندي هو الويف موشن. طيب هنا بيقول لي البريودك موشن، بيقول لي اتس ا موشن ريبيتد ريجولاري. اتس ا موشن ريبيتد ريجولاري. طيب فانا بقول لك هقسمها زي ما احنا لسه قايلين لاوزوراتري موشن، وده ليسون 1، وهنقسمها لويف موشن، وده بالنسبه لي ليسون 2. فانا بقول لك ريبيتد ريجولاري، بتتكرر ريجولاري يعني بانتظام. يعني مثلا زي ما احنا موجودين دلوقتي كده على كوكب الارض، وهو بيعمل ايه؟ بيلف حوالين مين؟ بيلف حوالين الصن. طيب لو احنا هنلاحظ ان احنا دايما الشتاء كل سنه بيبقى في نفس الفتره، الصيف كل سنه بيبقى نفس الفتره، الربيع كل سنه بيبقى في نفس الفتره، وهكذا. ليه؟ لان الارث بتعمل ايه؟ ريبيتد ريجولار، بتتكرر حركتها بانتظام. نفس الفكره بالظبط لو الارث بتعمل روتيشن اراوند اتس اكسس، هاجي الاقي ان اليوم دايما بيبدا الفجر كل يوم بعد 24 ساعه، هي ريبيتد. طيب فانا دلوقتي في ليسون 1 هتكلم فيه عن الاوسيلاتوري موشن. فانا بقول لك ان هي اتس ا موشن اوف اوسيليتنج بودي. اوسيليتنج بودي معناها ان جسم بيعمل فايبريشن، تمام كده؟ طيب around its rest point، انا عندي ريست بوينت ببدا ان انا اتحرك حواليها. زي ما انا هقول لك دلوقتي ان انا عندي البندولم في الوضع الطبيعي ان هو ات ريست بوزيشن في الجزء ده بالظبط، فهو هياخد انرجي فيبدا ان هو يتحرك كده ويبدا ان هو يتحرك كده. فانا بقول لك ان هو ريبيتد مين؟ around its rest point، حوالين الريست بوينت. فانا بقول لك ان دي بتتكرر قد ايه؟ equal intervals of time. يعني لو انا قلت ان دي، ان الجزء ده بالنسبه لي A وهنا B وهنا C، فانا بقول لك ان الاي بي ايكوال الاي سي والبي اي، وهكذا. التايم اللي هتاخده هنا، التايم بتاع الاي بي هو التايم بتاع البي اي، هو التايم بتاع الاي سي، هو التايم بتاع السي اي، تمام؟ لان هي بتتكرر ايكوال انترفالز اوف تايم. نفس فكره برضو الراجل اللي بيتمرجح ده، برضو بياخد نفس الفكره بالظبط، اللي هو بيعمل ايه؟ ريبيتد ريجولار اهو ات ايكوال انترفالز اوف تايم. يبقى الاوسيلاتوري موشن مهمه جدا 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 في الساينتفك تيرم. يقول لك ذا موشن اوف اوسيليتنج بودي around its rest position where is the motion repeated regularly at equal intervals of time. يبقى ده بالنسبه لي مين؟ الاوسيلاتوري موشن. طيب نيجي لقانون مهم جدا اللي هو الكاينيتيك انرجي. فانا بقول لك ان الكاينيتيك انرجي هو مين؟ هاف ام في سكوير. هاف ام في سكوير. طيب لو انا جيت قلت لك ان انا عندي هنا كده بندولم، ادي هنا كده A، وادي هنا كده B، وادي هنا كده C، تمام؟ طيب شايفين البوينت A دي؟ هي دي الريست بوزيشن، ودي بالنسبه لي هي الماكسيمم ديسبيسمنت. ركز بس معايا هنا، معنى كده هو هنا قبل ما هينزل هيقف للحظه، فاللحظه اللي هيقف عندها دي يبقى الفي بزيرو. يبقى هنا عندي عند بي الفي اللي هي السبيد بزيرو. حلو يا مستر. طب معنى كده ان طالما الفي بزيرو، فاي رقم في زيرو بكام؟ بزيرو. يبقى معنى كده ان الكاينيتيك انرجي هنا بكام؟ بزيرو. حلو قوي، ركز معايا. طيب هنا في الريست بوزيشن، فانا بقول لك ان الفي بتبقى ماكسيمم، وبالتالي الكاينيتيك انرجي هتبقى عندي بكام؟ بماكسيمم برضو. يبقى عندي كده لما الاوبجكت هيكون بالظبط عند الريست بوزيشن، فالفيلوسيتي اللي هي السبيد هتبقى مالها؟ هتبقى ماكسيمم، وبالتالي الكاينيتيك انرجي هتبقى ماكسيمم.
طيب لو انا رحت عند مين؟ عند الماكسيمم ديسبيسمنت، هاجي هلاقي ان السبيد بكام؟ بزيرو، وطالما السبيد بزيرو فاي حاجه باي زيرو بكام؟ بزيرو، فالكاينتيك انرجي بكام؟ بزيرو. طيب تعالى هنا ثانيه واحده نمسح بس الاول كده. انا هنا بيقول لي ذا ماكسيمم كاينتيك انرجي اوف بيندولم ات بوينت، انا عاوز الماكسيمم. الماكسيمم كاينتيك انرجي هتبقى فين؟ هتبقى عند الايه. ليه يا مستر؟ لان دي الريست بوينت، وانت قايل لي لما يبقى عند الريست بوينت فالفيلوسيتي هنا بكام؟ بماكسيمم، وبالتالي الكاينتيك انرجي بكام؟ بماكسيمم. تمام، فانا هنا هروح عند بوينت ايه. بعد كده بقول لك كاينتيك انرجي فانيش، يعني معناها تبقى زيرو ات بوينت مين؟ قال لك والله ان هي تكون عند الماكسيمم ديسبيسمنت، وسي بالنسبه لي هي بي، ما هو ده ماكسيمم ديسبيسمنت ودي برده كمان ماكسيمم ديسبيسمنت، فهيبقى بي وسي. طيب فانا بقول لك ان انا عندي examples of oscillatory motion. اول حاجه عندي هي التانينج فورك. تانينج فورك اهي بتعمل مين؟ اوسيليشن، تعمل فايبريتنج فين؟ اراوند اتس ريست بوزيشن. تاني حاجه عندي مين؟ الاسترتشد سترينج بتاع مين؟ بتاع الجيتار اهو، بيبدا ان هو يعمل مين؟ اهو اوسيليتنج، بيبدا يعمل فايبريتنج. وبعد كده عندي السمبل بندولم اهو بيجي ايه؟ رايت اند ليفت، رايت اند ليفت. وادي هنا برضو الاسترتشد سبرينج اهو زي ما احنا شايفين اهو، بيبدا يعمل ايه؟ موف اب اند داون ات ايكوال انترفالز اوف مين؟ اوف تايم. طيب عندي حاجه اسمها الروتري بي، عارفين اللي هي النحله اللي كنا بنلفها ونلعب بيها دي؟ طيب قال لك دي بتعتبر بريودك موشن. ليه هي بريودك موشن؟ لو قال لك اي حاجه هي ليه بريودك موشن، احفظ معايا الحته دي مهمه جدا 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 جدا. لو قال لك اي حاجه، قال لك البندولم، قال لك روتري بي، قال لك ستريتشد سترينج، قال لك اي حاجه هي ليه بريودك موشن، الاجابه ثابته because it repeated regularly at equal intervals of time. تمام. هل هي تعتبر اوزولاتري موشن؟ لا. ليه؟ because it not repeated on both sides. مش بتلف حوالين ريست بوزيشن، هي بتلف في سيركولار باث بالنسبه لي، فهنا تعتبر مين؟ مش بتلف حوالين ريست بوزيشن، فبالتالي هي مين؟ هي مش اوزولاتري موشن. طيب فانا بعد كده بقول لك الحته دي بتيجي مهمه جدا في الساينتفك ترم، اقسم بالله بقول لك ذا سمبلست فورم اوف اوزولاتري موشن هي مين؟ سمبل هارمونيك موشن. يبقى السمبل هارمونيك موشن هي مين؟ هي سمبلست تايب اوف مين؟ اوزولاتري موشن. مهمه جدا 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 جدا، نخلي بالنا منها عشان مهمه جدا، بتيجي في الكومبليت كتير وبتيجي في الساينتفك ترم. ركز معايا بقى. فانا بعد كده بقول لك ان انا عندي حاجه اسمها الامبليتيود. ايه الامبليتيود ده بالنسبه لي يا مستر؟ انت لما رسمت لي من شويه البندولم كده اهو وقلت لي ان ده مين؟ قلت لي ان ده الريست، وقلت لي من شويه ان ده الماكسيمم ديسبيسمنت. يبقى الماكسيمم ديسبيسمنت فروم مين؟ الاوريجينال بوزيشن او اللي هو الريست بوزيشن، هيبقى بالنسبه لي مين؟ يبقى بالنسبه لي الامبليتيود. يبقى الامبليتيود هو مين؟ هو الماكسيمم ديسبيسمنت done by oscillating body، سواء بقى كان الاوزيليتنج بودي ده كان سمبل بندولم، كان ستريتشد سترينج، كان سبرينج، كان تانينج فورك، كان ايا كان. هيتحرك منين؟ من الاوريجينال بوزيشن، من النقطه الاصليه بتاعته. ماكسيمم ديسبيسمنت هيتحركها بالنسبه لي دي هتبقى مين؟ هتبقى الامبليتيود. تمام؟ طيب فانا بقول لك والله ان انا عندي الامبليتيود هنا هيروح من اي لسي. اي سي. هل هيفضل متشعلق عند السي؟ هينزل تاني، هينزل لحد فين؟ هينزل لحد الايه؟ يبقى ايكوال سي اي. طيب وبعدين هل يقف عند الايه؟ لا، هيطلع فين؟ عند البي، هيبقى اي بي. حلو. هل هيفضل متشعلق عند البي؟ هيروح عند الايه، وهكذا هيفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. دي اسمها مين؟ اوزولاتري موشن. يبقى لو انا هتحرك من الريست بوزيشن للماكسيمم ديسبيسمنت يبقى ده بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه امبليتيود، والديفينيشن بتاعه مهم جدا 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 جدا. طيب افرض بقى يا مستر لقيته جايب لي رسمه زي دي وشفتها كتير قوي 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 في امتحانات. طيب انا بقول لك ادي هنا، لو انا قال لي احسب الامبليتيود واداني رسمه زي كده، وانا جاي اعمل نقطه هنا كده وماشي كده، الرقم اللي هيطلع لي هنا يبقى هو ده مين؟ يبقى هو ده الامبليتيود. طيب يجي لي سؤال يقول لي واتس مينت باي ذا امبليتيود اوف ان اوزيليتنج بودي ايكوال 5 سم. طيب لو جالي سؤال واتس مينت باي بحط ايه؟ قال لك بحط ذس مين.
تمام، وبحط الديفينيشن ان هو مين؟ امبليتيود. يبقى انا هحط ذس مين وهحط الديفينيشن بتاع مين؟ الامبليتيود اللي هو مين؟ الماكسيمم ديسبيسمنت اوف اوسيليتنج بودي اواي اوف اتس ريست بوزيشن، وهحط رقم بالنسبه لي اللي هو كام؟ 5 سنتيمتر. تبقى عيل لعيب، نجم النجوم، تقوم انت جاي عامل لي مين؟ تقول قايل لي ان هقوم انا جاي عامل 5 اوفر 100 ايكوال كام؟ 0.05 متر. تبقى استاذ ورئيس قسم، نجم. انا عاوز اشوف بقى الحلويات والابداعات دي، لان اليونت اللي عندي اللي انا بعتمدها هي المتر. تمام، يبقى هي المتر ده اللي انا بشتغل بيه. والله عملتها سنتيمتر اتس اوكي، بس تبقى بيرفكت عملتها متر، وبالذات في المسائل اللي جايه يعني عاوزك تتعود عليها. طيب تعالى بعد كده نتكلم عن الكومبليت اوسيليشن. بقول لك ان هي اتس ا موشن اوف اوسيليتنج بودي. تمام. طيب when it pass by a fixed point، انا عندي fixed point هيعدي عليها قد ايه؟ 2 successive times in the same direction. زي ما انا هقول لك والله هنا، فاكرين السيمبل بندولم اللي كان عندي هنا اهو؟ قال لك انا هتحرك من فين؟ من ايه اهو. حلو، هروح فين يا مستر؟ هروح لسي، وبعد السي يا مستر هروح، فرضا ان انا هتحرك كده يعني، هروح بعد كده لايه؟ هروح بعد كده لبي، هروح بعد كده مين؟ لايه. فانا بعدي بنفس البوينت 2 successive time in the same direction. ده بالنسبه لي مين؟ الكومبليت اوسيليشن. طيب يبقى دي من بي لايه ومن اي سي وهكذا. ده بالنسبه لي بعدي عليها مين؟ 2 successive times. طيب بقول لك بعد كده ان الكومبليت اوسيليشن فيها 4 امبليتيود. يبقى والامبليتيود الواحده، يبقى لو قال لي برضو ان الامبليتيود equal 1/4 complete oscillation. تعالى كده، ادي هنا كده بالنسبه لي دي ريست بوزيشن. تمام، لو انا جبت برضو رسمت هنا البندولم، عاوزك تبقى باصص معايا. ادي الاي وادي البي وادي السي. تمام، هو هنا راسم ان السي هي الريست بوزيشن، فدي هنا السي ودي هنا مين؟ ودي هنا الاي. بقول لك والله ان انا هتحرك كده اهو، يا اصبر يا كده اهو. تمام، دي بالنسبه لي امبليتيود. يبقى انا كده اتحركت من فين؟ من سي الى بي، بعد كده رجعت اتحركت لفين؟ لسي تاني، بعد كده لايه، بعد كده لبي. دي كده كومبليت اوسيليشن. انا كده خدت كام امبليتيود؟ 4 امبليتيود. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. ده بالنسبه لي مين؟ الكومبليت اوسيليشن. يبقى الكومبليت اوسيليشن عندي لها كام امبليتيود؟ ليها 4 امبليتيود. يبقى الكومبليت اوسيليشن مهمه جدا 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 جدا. هي موشن اوف اوسيليتنج بودي when it passed by a fixed point 2 successive times in the same direction. تمام كده؟ وخلي بالي ان الكومبليت اوسيليشن، الاوسيليشن الكامله فيها 4 امبليتيود، والامبليتيود الواحد يعتبر قد ايه؟ فورث، اللي هو ربع من الكومبليت اوسيليشن. طيب عندي بعد كده البريودك تايم. فالبريودك تايم بيجي كتير جدا كومبير بتوين فريكونسي اند بريودك تايم. ركز معايا، بقول لك ان البريودك تايم اتس ا تايم تيكن باي اوسيليتنج بودي تو كومبليت وان اوسيليشن. من هنا اقدر استنتج قانون عندي ان التي كابيتال اللي هي البريودك تايم. انت قلت لي يا مستر البريودك تايم هو مين؟ هو تايم تيكن تو كومبليت وان اوسيليشن. التي سمول ده اللي هو التوتال تايم، والان ده اللي هو مين؟ نمبر اوف كومبليت اوسيليشن. تمام كده؟ يبقى البريودك تايم هو مين؟ هو تايم تيكن تو كومبليت وان اوسيليشن. بيتقاس طبعا بمين؟ اي تايم عندي اليونت بتاعته هي مين؟ هي السكند. تمام كده؟ طيب فانا بقول لك والله ان انا لو انا هتحرك من ادي ايه هروح كده عند بي. طيب انا هنا عندي التايم دي امبليتيود، التايم بتاع يبقى التايم اوف امبليتيود بكام؟ ب 0.5. طيب هو الكومبليت اوسيليشن فيها كام امبليتيود؟ فيها 4 امبليتيود. يبقى معنى كده ان التي كابيتال ايكوال التي بتاع الامبليتيود باي 4 اللي هو 0.5 باي 4
ايكوال كام؟ ايكوال 2 سكند. تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لي what's meant by a periodic time of oscillating body is 4 seconds. هتيجي تقول لي ايه؟ this mean. طيب عاوز periodic time is a time taken by oscillating body to complete one oscillation. قال لي هنا كام؟ 4 seconds. يبقى احط في الاخر كام؟ 4 seconds. يبقى الواتس meant by بجاوب عليه ازاي؟ بقول لك this mean وبحط الديفينيشن اللي هو عاوزه وبكتب في الاخر مين؟ الرقم اللي هو مديهولي. بعد كده عندي حاجه اسمها الفريكونسي. بعد كده الفريكونسي بقول لك ان هو نمبر اوف كومبليت اوسيليشن. عكسه بقى لو انت خدت بالك made by oscillating body in 1 second. فانا هقدر اقول من هنا ان الفريكونسي ايكوال ان اوفر كام؟ التي سمول. الاف ده اللي هو الفريكونسي اللي هو نمبر اوف كومبليت اوسيليشن، عدد الاوسيليشنز اللي انا هعملها في الثانيه الواحده. ادي الان ده اللي هو نمبر اوف كومبليت اوسيليشن، والتي ده اللي هو مين؟ التوتال تايم. لازم اخلي بالي الفرق ما بين التي كابيتال والتي سمول. التي كابيتال هي البريودك تايم والتي سمول هي التوتال تايم. حاجات بسيطه جدا بس هتفرق معايا قوي في الحل. اليونت بتاعتي طبعا هرتز. خلي بالك اقول لك يونت كمان صايعه، ركز معايا. هنا الان اليونت بتاعتها سايكل. لو انا عندي مثلا سايكل عندي كام لفه كامله سايكل، وهنا بالسكند. هو انا ينفع اقول ان هي سايكل اوفر سكند؟ قال لي ان هي ايكويفالنت لمين؟ سايكل بير سكند. لو حب يلعب عليها في التشويس هيضيع ناس كتير، بس انت مع هيليكس ما تخافش، انت معايا ها. طيب خلي بالنا في الحته دي عشان حلوه قوي. يبقى هنا لو انا عاوز اجيب الاف ايكوال ان اوفر تي سمول. تمام كده؟ طيب هما يا مستر انت لسه قايل لي دلوقتي ان الاف بتساوي ان اوفر تي سمول، ولسه قايل لي من شويه ان تي كابيتال بتساوي تي سمول اوفر ان. يبقى هما الاثنين عكس بعض صح؟ يبقى ممكن اقول لك ان التي كابيتال ايكوال 1 اوفر اف، او ان الاف ايكوال 1 اوفر تي كابيتال. الاثنين مين؟ عكس بعض. تمام كده؟ طيب نيجي بقى لحته حلوه قوي. نمسح بقى الكلام ده كله، اللي على فكره لو حد بيكتب ورايا وما لحقش يكتب ياخد سكرين شوت وينقل بعدين، يعني خلي هنا في مخ قد كده. طبعا ولادي واخدين مني على الكلام ده يعني. المهم عندي بعد كده هنا بقول لك ادي هنا الهرتز. همشي خطوه شويه كيلو هرتز، همشي خطوه شويه ميجا هرتز، همشي خطوه كمان لجيجا هرتز. حلوه قوي يا مستر. طيب من وانا لو انا قلت لك دلوقتي انا معايا 2 كيلو موز، حلو كده؟ طيب 2 كيلو موز يبقى معنى كده فيهم كام جرام موز؟ والله فيهم 2000. ليه؟ انا ضربت في 10 باور 3. يبقى هنا من اي حاجه في الكيلو باور 3. يبقى هنا ده من الصغير للكبير. لو من الصغير للكبير بخلي الباور نيجاتيف. يبقى هنا من هرتز لكيلو هرتز هيبقى بكام؟ 10 باور نيجاتيف 3. طيب هو انا قلت ال 2 كيلو موز فيهم كام جرام؟ فيهم 2000. يبقى هنا لو احول العكس باي 10 باور 3. طيب الخطوه اللي بعدها لو انا هحول من هرتز لميجا هرتز، باور 10 باي نيجاتيف 6. يبقى خلي بالك ان انا كل خطوه بتحرك 3. طيب لو انا عاوز احول من الميجا للهرتز هيديني مين؟ باي 10 باور 6. طيب لجيجا هرتز، من هرتز لجيجا هرتز باور اللي هي باي 10 باور نيجاتيف 9. وطبعا من جيجا هرتز لهرتز باور او باي 10 باور مين؟ باور 9. طب لو انا عاوز احول من كيلو هرتز لمين؟ لميجا هرتز. حلو. هو انا هنا هتحرك كام خطوه؟ هتحرك خطوه واحده. حلو. يبقى باي باور ايه ده هنا 3. طب هنا من الصغير للكبير فنيجاتيف. طيب من ميجا هرتز لكيلو هرتز. حلو. انا هتحرك خطوه الناحيه دي، الخطوه بكام؟ ب 3. طيب هنا منين؟ من الكبير للصغير فالباور هيبقى مين؟ بوزيتيف. طب لو انا هحول من كيلو هرتز لجيجا هرتز. طيب من كيلو لجيجا ادي هنا كده خطوتين. الخطوتين بكام؟ ب 6.
طيب هنا من الصغير للكبير، فالباور نيجاتيف 6. تمام كده. ولو العكس باور 6. فهمنا الخطه كده تمشي ازاي؟ الدنيا حلوه، الدنيا تمام. طيب اللي بيو ماشي. انا عندي هنا ريليشن بقول لك ان الفريكونسي عنده ايه؟ انفيرسلي ريليشن مع مين؟ مع البريودك تايم. يعني هما الاثنين عكس بعض، يعني لما البريودك تايم انكريز الفريكونسي ديكريز اند فايس فيرسا. ركز معايا. يبقى هنا when periodic time increase frequency will decrease. ليه؟ والله يا مستر انت لسه قايل ان هم inversely relation. تمام؟ and vice versa. vice versa يعني العكس بالعكس. يعني ايه؟ يعني لو التايم هنا decrease فهنا الفريكونسي انكريز. يعني هما الاثنين بيمشوا مين؟ عكس بعض. طيب السؤال المنتشر واللي جه في التقييمات بتاعت السنه دي، واتوقع ان هو ممكن يجي في موديل من ضمن الموديلز بتاعت الامتحان بتاع السنه دي، يقول لك ايه بقى؟ frequency، او يقول لك the multiplying of frequency and the periodic time equal 1. يقول لك give reason. هتقول لي ايه؟ because حته حلوه قوي 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 دي. because القرف ده، because قرفين. the periodic time ماله is reciprocal. reciprocal اللي هو مقلوبه، اللي هو عكسه. يعني لو هنا ان اوفر تي ده تي اوفر ان هو معكوسه اوف مين؟ يبقى البريودك تايم is reciprocal اوف مين؟ اوف frequency. مهم قوي الحته دي يا شباب، نركز فيها قوي. خدها سكرين شوت ونقلها، مهم. قالها البلغت اللهم فشل. تمام؟ طيب طبعا لسه قايلين ان هم مين؟ انفرسلي ريليشن. طيب هنا نديني مساله، نهدى خالص. اداني مساله ولا اي حاجه، انت تاخد مع مستر ريلكس يا ولد. هتعمل ايه يا حبيبي؟ قال لك والله بص يا مستر، انا كده بقوم جاي. الاحمر ده مش عاجبني بصراحه. طيب هنا الاف ايكوال ان اوفر تي، والتي كابيتال ايكوال اف اوفر هنا ايكوال تي سمول اوفر ان. طيب هنا بيقول لي calculate the number of complete oscillation، عاوز الان. طيب انا مديك هنا مين؟ التايم 2 minutes، ومديك مين؟ الاف. يبقى هشتغل بالقانون ده هنا. يبقى انا هنا هعمل داش كده على جنب. مديني مين؟ التايم بكام؟ ب 2 minutes. يا مستر انت لسه قايل لي من شويه ان اي تايم بسكند. طب انا عندي دقيقتين، الدقيقتين دول بقى قد ايه؟ الدقيقه الواحده ب 60 سكند، يبقى ال 2 minutes يقول لك ان هي 2 باي 60 ايكوال 120 كام؟ سكند. وده الرقم اللي انا هشتغل بيه. وادي هنا الاف بكام؟ 6 هرتز. طيب فانا عاوز اجيب هنا مين؟ الان. يبقى الان، لو انا عاوز اجيب الان بعمل ايه؟ بحط صباعي عليه. مين اللي تحت؟ اف وتي، يبقى باي. يبقى اف باي تي. الاف بكام؟ 6. التي بكام؟ ب 120. تمام كده؟ طبعا هتطلع ثانية واحدة نشوف الكالكوليتر. 6 باي 120 720. 720 مين؟ تقول لي بقى سايكل، تقول لي كومبليت اوسيليشن، سواء دي او دي. تمام. في مشكلة كده؟ ادي الدنيا ببساطة. طيب هنا عاوز احسب البريودك تايم اند فريكونسي. يبقى هو هنا عاوز التي كابيتال بالنسبة لي مجهول، والاف بالنسبة لي مجهول. طيب فور ان اوزيليتنج بادي قال لك ميك 300 كومبليت اوسيليشن. يبقى الان بكام؟ ب 300. حلو قوي. والتايم بكام؟ قال لك هاف مينيت. الدقيقة 60 ثانية، يبقى النص دقيقة بقد ايه؟ 30 سكند. 30 سكند. طيب أنا عاوز أجيب التي كابيتال ايكوال تي سمول أوفر إن. التي سمول بكام؟ قال لك ب 30.
ال n بكام؟ ب 300 ايكوال كام؟ 0.1 سكند. حلو قوي. طيب لو انا عاوز اجيب الاف ايكوال مين؟ n اوفر تي سمول اللي هي كام؟ 300 اوفر 30 ايكوال كام؟ 10 هرتز. هيجي بقى حد يقول لي ايه؟ يا مستر لا ما انا جبت البريودك تايم، طب ما تشتغل بالقانون التاني. اقول له ماشي، ايه ده يا حبيبي؟ وده غالبا ادهم على فكره. الاف ايكوال 1 اوفر تي كابيتال ايكوال كام؟ 30 اوفر 300 هنا سوري 1 اوفر تي هتبقى 1 اوفر 0.1 ايكوال 10 هرتز. تمام كده؟ طيب كمل. مسائل زي دي يعني خدها مني توقع. حلو. رسمه زي دي اخر سؤال موجود في الامتحان تحت. حاسسها. خلي بالك انا الترم اللي فات في امتحان الشهر، سواء بقى اللي كانوا معايا في الكلاس او اللي كانوا معايا في البرايفت او اللي كانوا معايا في جروبس، قلت لهم الترم اللي فات في امتحان الشهر قلت لهم ان هم هيجيب لكم المساله بتاعت مين؟ اللي هم بتوع القليوبيه يعني. المساله اللي هي بتاعت اللي كان مدينا فيها الماونتين ومدينا الهايت ب 4 كيلومتر، انا كنت مأكد عليها. ها طيب المهم يعني، فحاجه زي كده اخر سؤال في الامتحان خالص، حته توقع دي. تمام. بعد كده بقول لك from the opposite figure of the oscillatory motion of simple pendulum calculate the amplitude. حلو. قلت لك الامبليتيود هتعمل ايه؟ قلت لك هتروح هنا هتحط نقطه وتمشي كده، وقفت معايا عند كام؟ 2. حلو، يبقى هذه هنا 2. 2 ايه بقى؟ وربنا لو ما كتبت الميجرنج يونت ولمحتك مش كاتب الميجرنج يونت يعني هقل منك، يعني انا همسك نفسي. طيب اليونت، طب انا هجيبها منين يا مستر؟ هي 2 بقى هجيبها منين؟ اقول لك اطلع فوق هنا اهو سنتيمتر. قلت لك انا عاوزك تبقى عيل لعيب، عاوزك اللي يصحح ورقتك يبقى انت عارف ان انت ستودنت عند مستر هيليكس على طول. هتبقى 2 اوفر 100 ايكوال 0.02 متر. جامد. انا عاوزك تبقى الورق بتاعك يبقى معروف انت مع مين. طيب البريدكت تايم ادي هنا بقول لك ان التي كابيتال ايكوال تي سمول اوفر ان. التي سمول بكام؟ هات لي اخر رقم عندي هنا 0.5. حلو. انا عندي هنا كام ان؟ ركز معايا. دي كده كومبليت اوسيليشن واحده اهي، وهمشي كده 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 كده. ادي الثانيه. حلو، يبقى دي قد ايه؟ 2.5 2.5 ايكوال كام؟ 0.2. حلو كده سكند. اقول لك على حته عايز تتاكد منها، بس خلي بالك في الكيس دي بس لما يبدا لك دي من الريست بوزيشن هتقوم جاي اعمل ايه؟ بعد كومبليت اوسيليشن كامله بص على التايم بكام؟ ب 0.2. بس دي خطوه تاكيديه عشان لو لمحتك مش عامل حاطط اللو ولا معوض ومديني ناتج وكاتب لي ناتج على طول هبهدلك. قال هل بلغت؟ اللهم فشل. تمام. وطبعا في بقى امتحان الشامل بتاع يونت 2 اللي هو هيكون على 2 يونتس، هتلاقي فيه حاجات زي كده كتير. اللي هلمحه في الامتحان الشامل بتاعي، الامتحان بتاعي مش حاطط يونتس همرجعها. تمام. هو الفيديو ده تهديدات، انا هفضل اهدد فيكم لحد بكره. طيب الفريكونسي بقول لك ان الاف ايكوال 1 اوفر تي. حلو، ادي 1 اوفر ايكوال كام؟ ايكوال 5 هرتز. برضو مركز عليك للمره المليار اليونت لو ما حطيتهاش في الامتحان مش هحسب لك درجه. طيب كده كان ليسون 1 خلص معانا، نكمل بقى مع بعضنا في ليسون 2. ما احنا هنشرح اليونت كلها في فيديو، ركز بقى معايا. حلو. ليسون 2 عندي بعنوان الويف موشن. خلي بالك انت لو فهمت الاوسيلاتوري موشن الكلام ده مش هياخد في ايدك كده. تمام. طيب بقول لك انت دلوقتي رحت البحر، رحت جايب طوبه ورحت رميها في الميه، هتعمل ايه؟ قال لك والله ان هي هتعمل ويف، هتعمل انتربشن اضطراب، هتعمل قال لك موشن. انت بقى قعدت على القهوه كده يا صاحبي، وعلى ما الرجاله تيجي تمام اعمل زي انا كده، زي ما بستنى احمد جميل، انا هنقص الحته دي وهبعتها له والله. بستناه بالساعتين والثلاثه على ما ينزل لي، رغم ان بيته فوق القهوه اقسم بالله. المهم يعني، فبنرص الدومينو كده وقوم جاي زي اول واحد، فاليوم كلهم عملوا ايه؟ زو 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 ورا بعض. ليه؟ قال لك والله ان هنا حصل مين؟
الانرجي بدات تتحرك من واحده للثانيه 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 للثانيه، كلهم وقعوا. يبقى الويف عندي هو ديستربنس، يعني اضطراب عمل ايه؟ بروباجيت. بروباجيت معناها ان هو هينتشر من الاخر كده، هينشر مين؟ اند ترانسفير انرجي. يبقى الويف هي مين؟ disturbance that propagate and transfer energy. طيب هو هيترانسفيرها فين؟ قال لك في direction of propagation. كلمة direction of propagation دي حاططها ليه؟ هنعرف قدام شوية على حسب الدايركشن ان انا هيكون عندي يا اما perpendicular يا اما يكون فين؟ in the same direction. تمام؟ هنعرف دي قدام شوية. فانا بقول لك ان انا عندي هنا تانينج فورك، هجيب التانينج فورك واقوم جاي اعملها كده، هلاقيها بتعمل ايه؟ فايبريت. هروح هنا حاطط بخور وهعمل مين؟ حط جنبه، هلاقي مين؟ ان السموك ده هيعدي جوه الجلاس تيوب، فهيعمل ايه؟ شايف الفليم دي هتتحرك مين؟ ليفت اند رايت ليفت اند رايت ليفت اند رايت. تمام كده؟ طيب فانا بقول لك ان الموفمنت resulting from vibrating of medium particles. تمام كده؟ طيب قال لك ان دي تعتبر مين؟ الويف موشن. حلو قوي. يبقى الويف موشن قال لك ان خلي بالك ممكن تجي لك كومبير، يبقى موديل ممكن يجي فيه كومبير بين ويف موشن واوزولاتري موشن، وموديل تاني يقول لك ما بين الفريكونسي وما بين البريدكت تايم. ركز معايا في الحته دي. يبقى هي موشن produced as a result of vibrating of medium particles in the same moment and in definite direction. يعني ايه بقى يا مستر الكلام ده؟ بص معايا الرسمه دي، ادي هنا بدات عندي، ثانيه واحده تبدا بقى نقول هنا اهي اهو. بص كده بدات تعمل ايه؟ بروباجيت 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 بروباجيت. خلي بالك ان البارتكلز بتاعت الماتر مش بتتحرك. امال ايه اللي بيتحرك؟ قال لك ان الانرجي هي اللي بتتحرك. طب الماتر بيحصل لها ايه؟ قال لك ان هي فايبريتس اونلي. تمام؟ يبقى هي اتس ا موشن produced as result of vibrating of medium. تمام؟ at certain moment فين؟ in the same direction. تمام كده؟ طيب قال لك ان انا عندي line of propagation هو direction اهو، الاتجاه اللي هيتحرك فيه مين؟ الويف. يبقى الدايركشن اللي هتتحرك فيه الويف اسمه ايه؟ line of wave propagation. طيب لسه قايل لك من شويه ان البارتكلز دونت موف، مش بتتحرك من مكانها، بس بيحصل لها ايه؟ فايبريت اونلي. تمام؟ طيب بعد كده بقول لك ان الويف لما بتعمل بروباجيت بتنتشر بتبقى معاها مين؟ قال لك بتبقى بتشيل الانرجي. تمام؟ in the same direction of propagation. يبقى الانرجي بتتحرك معاها في نفس مين؟ في نفس البروباجيشن او في نفس الدايركشن اوف بروباجيشن يعني. طيب قال لك التايب اوف ويف على حسب الدايركشن اوف بروباجيشن. يعني ايه يا مستر حسب الدايركشن اوف بروباجيشن؟ قال لك والله ان انا الدايركشن عندي يا اما هحرك بريبنديكولار يا اما هحرك ان سيم دايركشن. بريبنديكولار انا بحاول ان انا لو انا معايا دلوقتي ركز معايا كده اهو، شايف ده كده؟ لو انا قمت جاي عملت كده اهو، ايدي اهي حركت اهو كده اهو، هتطلع فين؟ تعمل ايه؟ كريست وترف، كريست وترف. فده اسمها ايه؟ ايوه كده ترانسفيرس ويف. تمام كده؟ طيب طب لو انا قمت جاي معايا سوسته قمت جاي شددها كده هيبقى اسمها لونجيتيودينال ويف. طيب يبقى الترانسفيرس ويف بقول لك ان هي بتكون بريبنديكولار، لكن اللونجيتيودينال بتبقى مين؟ ان ذا سيم دايركشن. طب على حسب الابيليتي اوف بروباجيشن هقسمها لنوعين، يا اما ميكانيكال ويف يا اما الكترومagnetic ويفز. هنتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل قدام شويه. طيب تعالى نبدا عندي بالترانسفيرس ويف. بقول لك ان بما ان هي ويف فهي اكيد ديستربنس in which particles of medium بيحصل لها ايه؟ فايبريت. طب الفايبريت انا قلت لك في الترانسفيرس لما عملت كده كانت ايدي ايه؟ بريبنديكولار، يبقى هي بريبنديكولار تو ذا دايركشن اوف ذا ويف بروباجيشن. تمام كده؟ طيب مستر وانت من شويه لما عملت كده انت قلت كلمه غريبه موت، قلت لي كريست وقلت لي ترف، وانا عملت ان انا قعدت اعيد في الفيديو كل شويه عشان اسمع الكلمتين اللي وداني مش لقطاهم. هقول لك ما انت ما حضرتش معايا. المهم يعني الكريست شايف الماكسيمم بوزيشن، اعلى نقطه هو هيوصل لها هي دي مين؟ الكريست. اقل نقطه عندي تحت هي الترف. يبقى الكريست هي الهايست بوينت، اعلى نقطه هوصل لها. يعني لو انا عندي كده مثبتها كده
اهو 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 اهو، شايف دي كده اسمها كريست اللي هي القمه. يبقى هي مين؟ هي الهايست بوينت اوف بارتكلز اوف ذا ميديوم ترانسفيرس ويف. يبقى لازم تكون ترانسفيرس ويف، هتبقى مين؟ كريست. طب والتراف نفس الكلام، بس هقول هي اللويست بوينت. يبقى الهايست بوينت هي اسمها ايه؟ كريست، لكن اللويست بوينت اسمها ايه؟ اسمها تراف. يبقى الكريست والتراف بيكونوا فين؟ بيكونوا في الترانسفيرس ويف. طيب عندي بعد كده الويف اللي بعدها اللي هي لونجيتيودينال ويف. فانا بقول لك في اللونجيتيودينال ويف ان هي ديستربنس. حلوه قوي. in which particles of medium. نفس الكلام يا مستر، انت غيرت ايه؟ هقول لك ان انا في الترانسفيرس ويف قلت لك ان هي بريبنديكولار اوف ويف بروباجيشن، لكن هنا ان ذا دايركشن معاها في نفس الاتجاه. يعني لو انا والله سحبت ده كده يبقى الدايركشن اوف بروباجيشن هيبقى معايا في نفس الدايركشن اللي انا عملت منه، ان انا اعمل منه البروباجيشن. طيب لو انت بصيت عندي هنا كده، شايف كده الحته دي؟ هتلاقي هنا لازقين في بعض. هتبص هنا هتلاقيهم بعاد عن بعض شويه. شايف الجزء ده اسمه كومبريشن. اسمه ايه؟ كومبريشن. والجزء ده اسمه ايه؟ اهو راريفاكشن. يبقى انا عندي الجزء اللي هو لازقين في بعض اسمه كومبريشن، والجزء اللي هم بعيد عن بعض اسمه ايه؟ راريفاكشن. تمام كده؟ يبقى الكومبريشن بقول لك ان هي اريا موجوده فين؟ في لونجيتيودينال ويف at which particles of medium مالهم highest density and pressure. يعني هم ايه؟ لازقين في بعض. يبقى highest density and pressure. يبقى انا بتكلم عن كومبريشن، مضغوطين عندهم high density and pressure. طب والراريفاكشن بقول لك ان هو مين؟ في اللونجيتيودينال ويف برضه، بس الميديم بيبقى ماله اهو عكس اللي فات، هو اللوست دينستي اند بريشر، وبالتالي هو مين؟ عكس بعض. خلي بالك ان انا هنا هقول لك ان الكريست اللي موجوده في الترانسفيرس يقابلها قصادها يعني هي مين؟ الكومبريشن اللي في اللونجيتيودينال ويف، والعكس بالعكس. يبقى الكومبريشن اللي موجود في لونجيتيودينال ويف ايكويفالنت مين؟ بالظبط زي ما انت لسه قايل المين؟ الكريست في الترانسفيرس ويف. طب لو انا جيت برضو قلت لك الراريفاكشن اللي موجود في لونجيتيودينال هيقابله مين؟ ايوه بالظبط كده زي ما انت لسه قايل ان هو هيقابل مين؟ التراف. يبقى التراف هيساوي الريفاكشن، والترانسفيرس هيكون فيها الكريست ايكويفالنت مين؟ للكمبريشن اللي موجود في اللونجيتيودينال ويف. عندي بعد كده الجاكوزي بقول لك ان هو تيوب وير ووتر. شايف الووتر هنا بتتحرك مين؟ سيركولار ويفز. ويف هنا بتتحرك بشكل سيركولار. قال لك ان انا عندي والله فيها تو تايبس اوف ووتر، يا اما يكون هوت ووتر وقتها هيعالجني السبرين والكرامز. السبرين والكرامز معناها الالتواءات والتشنجات اللي هي مين؟ العضليه. يبقى هنا السبرين والكرامز بيكون موجوده فين؟ في الهوت ووتر بالنسبه للجاكوزي. طيب لو كولد ووتر هيعالج مين؟ النيرفس تنشن اللي هي التشنجات العصبيه. طب السؤال هنا ممكن يجي لي ازاي؟ يقول لك give reason for jacuzzi uses in many hospitals and clubs. تقول لي ايه؟ because the hot water in jacuzzi treat the sprains and cramps while the cold water treat mean nervous tension. الحته دي مهمه جدا 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 جدا. طيب على حسب البروباجيشن الانتشار بتاعها هقسمهم لك حاجتين، ميكانيكال ويف ومين تاني؟ والكترومagnetic ويف. عايزك تركز معايا عشان الحته دي اقسم بالله ما بيخرجش منها امتحان، ولا امتحان شهر ولا امتحان فاينل. تمام؟ طيب الميكانيكال ويف قال لك ان هي نيد ميديوم تو بروباجيت. طيب لو انا طلعت الفضاء انا وانت، حلو كده، قعدت انده لك يا محمود، والله لو قعدت من هنا لبكره مش هتسمعني. ليه؟ قال لك ان الصوت ميكانيكال ويف فبيحتاج ميديوم. هتقول لي طب ما انا يا مستر ببقى قاعد قدامك وبتفضل تندهلي وبسمعك. هقول لك يا حبيبي، ما هو انا في ما بيني وما بينك ميديوم. ميديوم ايه يا مستر؟ انت ايه؟ تعمت؟ هقول لك لا، ما هو الميديوم اللي بيني وبينك ده الجاز، الهواء. ما هو الهواء ده يعتبر ايه؟ ميديوم، جاز ميديوم. فانا عشان يكون في ميديوم عندي يكون مين؟ ميكانيكال ويف. يبقى الميكانيكال ويف نيد ميديوم. هل كده ممكن تنتشر في السبيس او اللي هو الفاكيوم الفراغ؟ قال لك لا، دونت بروباجيت ان مين؟ فاكيوم. طيب قال لك ممكن الميكانيكال يبقى في منها نوعين، ممكن تبقى ترانسفيرس
وممكن تبقى لونجيتيودينال. طيب الترانسفيرس زي مين؟ قال لك والله زي الووتر. يبقى الووتر بالنسبه لي ميكانيكال ترانسفيرس، تمام؟ والساوند يعتبر مين؟ ميكانيكال لونجيتيودينال. طيب السؤال ممكن يجي هنا ازاي؟ يقول لك give reason for water considered as mechanical transverse wave. هتقول لي mechanical because it need a medium to propagate and don't ايه؟ propagate through vacuum. تمام؟ ده بالنسبه للميكانيكال. longitudinal because مين؟ تيجي بقى تقول لي it propagate in the same direction of propagation and consists of مين؟ compression and rarefaction. الحته دي مهمه جدا 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 جدا. خلي بالك في الجيف ريزون حته حلوه. الالكترومagnetic ويف على عكسها تماما دونت نيد ميديم. عشان كده لو انا دلوقتي واقف بالنهار ببقى شايف الشمس. ما هي الشمس ده في سبيس ما بيني وما بين الشمس، في فراغ ما بيني وما بينها، ومع ذلك اللايت اتحرك. يبقى هو محتاج ميديم؟ لا مش محتاج ميديم، تمام؟ وممكن يتحرك ثرو فاكيوم عن طريق السبيس. قال لك ان كل الالكترومagnetic ترانسفيرس. يبقى الميكانيكال ممكن يبقى فيه منها ترانسفيرس زي الووتر، واللونجيتيودينال زي مين؟ خلي بالك انا هنا لما قلت الووتر ترانسفيرس هتقولي ان هو بيتكون من كريست ومين؟ وترف، تمام؟ لو الساوند هو اللي يتكون من مين؟ كومبريشن وريفاكشن، تمام كده؟ طيب بعد كده بقول لك ان السبيد بتاعتها فيري هاي سبيد 3 باي 10 باور 8، تمام كده؟ يبقى هو 3 قدامها 8 0 متر بير سكند، سرعتها كبيره جدا 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 جدا. قال لك مين؟ زي اللايت ويف. يبقى اللايت ويف والراديو ويفز. هيجي سؤال يقول لك منشن ذا امبورتنس اوف راديو ويفز، هتفضل قاعد عامل لي كده زي احمد سيد زيزو مضيع مين؟ البل، او زي ما جاب الكوره في العوض عمل كده. الراديو ويفز يا لهوي يا لهوي ما خدتهاش. هقول لك لا، ما انت لو معايا ومركز هتعرف. الراديو ويف بستخدمها في مين؟ في الرادار. يبقى الراديو ويفز بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الرادار. طيب عندي شويه بروبرتيز هبدا اتكلم عنهم للويف موشن. بعد كده بقول لك ان انا عندي الويف لينث اللي هو اللامدا. بقول لك ان هو في الترانسفيرس ويف هو الديستانس بين تو سكسيسيف كريست اور تراف. يعني ايه يا مستر؟ انا جيت رسمت لك كده ادي هنا الدي وادي هنا التي. حلو كده؟ ما بين دي واللي بعدها دي لامدا اللي هو مين؟ الويف لينث. يبقى ما بين تو سكسيسيف كريست يا اما تو سكسيسيف تراف، دي برضو مين؟ اللامدا، تمام؟ طيب لو جه قال لي من الثيرد كريست للسيفنث كريست هيبقى كام؟ 7 ماينس 3 اللي هما دول 4 ويفز. يبقى لو قال لي من الثيرد كريست للسيفنث يبقى دول كام؟ 4 ويفز. لو قال لي من السكند للتنث يبقى دول 8، وهكذا بعمل منهم ايه؟ ماينس. طيب بالنسبه للونجيتيودينال ويف بقول لك الديستانس بتوين تو سنترز. خلي بالك لو انا جيت رسمت لك كده اللونجيتيودينال، جاي راسم لك يمين كومبريشنز كده لازقين في بعضهم كده، ريفاكشنز بعيد عن بعض، بعد كده كومبريشن تاني كده ريفاكشن. طيب هل ممكن اقول ان انا ممكن احسب من هنا لهنا؟ لا يا مستر. طب من هنا هل هتكون قد دي؟ لا يا مستر. طب هل ممكن اعمل دي كده؟ لا يا مستر. امال انا بحسب من فين؟ بص كده معايا كده، ياض امسح ياض. بجيب من السنتر هنا للسنتر هنا، يا اما من السنتر هنا للسنتر هنا، تمام كده؟ يبقى منين؟ two centers of two successive compression or ايه؟ rarefaction. طيب اليونت بتاعتي بالمتر، تمام كده؟ طيب الويف لينس عندي هنا ليه برضو يونتس. انا ممكن يكون عندي، قلنا اليونت الاساسيه عندي متر، تمام؟ ممكن يكون عندي، او نوسع نفسنا ونرسمها تحت. ركز معايا كده، ادي متر، يكون عندي هنا ملي متر،
مايكرو متر، نانو متر. مش هنكريتيف على فكره، بس الفكره هنا ان المتر هو الكبير. من متر لمليمتر ادي هنا من الكبير للصغير باور او باي 10 باور 3. طب وهنا باي 10 باور نيجاتيف 3. طيب من متر لمايكرومتر يبقى كام؟ باي 10 باور 6. طب والعكس باي 10 باور نيجاتيف 6. طيب الشاطر هيقول لي دي كام؟ ايوه يا لعيب، باي 10 باور 9. طب والعكس باور 10 باور نيجاتيف او باي 10 باور نيجاتيف 9. طب لو انا عاوز احول من مايكرو لنانو، باي 10 باور 3. طب لو العكس باي 10 باور نيجاتيف 3. كل محطه ب 3. لو من الكبير للصغير بتبقى بوزيتيف، لو من الصغير للكبير بتبقى مين؟ بالنيجاتيف. تمام كده؟ طيب الامبليتيود هو برضه هو الماكسيمم ديسبيسمنت. يعني بص الامبليتيود هنا بكام؟ احط بوينت هنا وهمشي كده، وقفني عند الكام؟ عند ال2. احط بوينت هنا وهمشي كده، وقفني عند الكام؟ وقفني عند ال4. يبقى الامبليتيود هو الماكسيمم ديسبيسمنت. تمام كده؟ طيب نفس الفكره بالظبط بتاعت مين؟ الاوسيليشن بودي. عندي بعد كده الويف فيلوسيتي. الفيلوسيتي انا بحسبها ازاي؟ قال لك ان انا هنا هجيب الاكس اللي هي الديستانس اوفر تايم. والله اجي اقول لك ان انا عندي الويف هنا اتحركت 3 متر في 2 سكند، يبقى تبقى كام؟ 3 اوفر 2، يبقى هتاخد ال 1.5 متر في الثانيه الواحده. تمام؟ طب انا جيت قلت لك والله ان هي اتحركت 4 متر ان 4 سكند، يبقى معنى كده ان هي كام؟ 1 متر بير سكند. يبقى اول قانون عندي للفي ايكوال الدي اوفر التي اللي هي الديستانس اوفر تايم. تمام كده؟ طيب عندي بعد كده الفريكونسي بالظبط نفس الفكره، ان هو الاف ايكوال ان اوفر تي، بس هنا نمبر اوف ويفز، والتي سمول دي التايم، والاف اللي هو مين؟ فريكونسي. بص هنا الفريكونسي هنا كتير ليه؟ لان في نفس هنا الجزئيه دي، بص انا عندي هنا كام ويف وعندي هنا كام ويف. هنا الفريكونسي كبير، تمام كده؟ لكن هنا الويف لينس هو اللي كبير. تمام كده؟ ادي هنا شايف عندي هنا كام ويف؟ كتير. يبقى هنا هو نفس التايم، فكل ما الكومبليت اوسيليشن انكريز كل ما الفريكونسي انكريز. تمام كده؟ طيب خلي بالك ان انا عندي هنا الويف لينس المسافه دي اكبر من المسافه هنا، يبقى انا عندي هنا كده انفيرسلي ريليشن ما بين اللامدا وما بين مين؟ ما بين الفريكونسي. ده بقى اللي هو لو اوف بروباجيشن. فانا بقول لك ان الفي ايكوال اف باي لامدا. تمام كده؟ ارسم لها هنا مثلث اف لامدا. تمام كده؟ طيب هنا بيقول لي خلي بالك هنا باور ايه؟ calculate the wavelength for a visible light of frequency بالرقم ده، وادي الفيلوسيتي كده، ادي هنا كده ال V equal ادي لامدا اف. عايز يحسب مين؟ قال لك calculate the wavelength اللي هو اللامدا، فهنيجي نقول ان اللامدا equal V over F. ال V بكام؟ 3 باي 10 باور 8، والاف كام؟ 5 باي 10 باور 14. بعد كده كالكوليتر عندي 3 باي 10 باور 8 5 باي 10 باور 14 ايكوال كام؟ 6.10 باور نيجاتيف 7. هسكت، لو سكت هاجي هقطع لك لسانك. حط هنا مين؟ متر. ما تنساش الله يكرمك مين؟ الويفز او اليونت يعني. هنا قال لي longitudinal wave produced by a spiral spring such that the distance between the first and the fourth، يبقى هنا الاولى للرابعه، يبقى دول كده كام ويف؟ 3 ويفز. قال لك خدت قد ايه؟ 18 سنتيمتر. يبقى هنا كده اللامدا
equal مين؟ total distance over مين؟ number of waves. total distance بكام؟ ب 18. الويفز كلها بكام؟ عندي هنا ب 3 equal 6 متر او هنا 6 سنتيمتر. تمام. عاوز احسب مين؟ خلي بالك ال 6 سنتيمتر دي هجيبها ان هي 6 over 100 equal 0.06 متر. خلي بالك دي ما فيهاش رفاهيه ان انت ما تحولش، لازم اليونت عندي يكون بالمتر، ما كملتهاش بالمتر فالفي اللي هجيبها تبقى غلط. طيب انا عاوز احسب الفيلوسيتي ومديني الفريكونسي، يبقى هنا كده قلنا ان الفي ايكوال لامدا باي اف. في ايكوال لامدا باي اف. طيب اللامدا عندي بكام؟ ب 0.06. الاف عندي بكام؟ ب 20. تعالى كالكوليتور. 0.06 باي 20 ايكوال كام؟ 1.2. اليونت عندي ايه؟ متر بير سكند. كده هنحل بقى ايه؟ ريفيجن شيت دلوقتي على ايه؟ الجزء اللي فات ده. تعالوا يلا نحل مع بعض. هنا بيقول لي scientific term motion regularly repeated in equal periods of time، يبقى دي على طول معايا مين؟ periodic motion. اللي بعده periodic motion made by a body around its rest point where is motion repeated in equal intervals of time. طالما هنا around its rest point يبقى دي مين؟ oscillatory motion. اللي بعده maximum displacement. قلت لك اول ما تشوف maximum displacement على طول يبقى ده amplitude. اللي بعده motion of oscillating body when it passes by a fixed point two successive time، يبقى دي مين؟ طالما في two successive time يبقى دي complete oscillation. complete oscillation. اللي بعده time taken by oscillating body to complete one oscillation، يبقى ده مين؟ periodic time. طيب number of complete oscillation produced by body in 1 second، يبقى ده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الفريكونسي. اقسم بالله مهمين جدا. A disturbance that propagates and transfer energy along a direction of propagation. طالما لقيت disturbance على طول وانت مغمض ويف، قال لك في الدايركشن اوف بروباجيشن هو لسه يعني ما حددش لسه هنا. طيب ويف نيد ميديوم تو بروباجيت، يبقى ده بالنسبه لي مين؟ نيد ميديوم، يبقى دي مين؟ ميكانيكال ويف. اللي بعده ويف كان بروباجيت ثرو فاكيوم، يبقى دي مين؟ الكترو. هي دي الاي معلش الكترو ماجنتيك ويف. طيب wave in which particles of medium vibrate perpendicular، يبقى دي مين؟ قلت لك والله لو perpendicular يبقى دي transverse wave. transverse عشان كلمة مين؟ perpendicular to. area in longitudinal wave at which medium particles of highest density. highest density قلت لك يبقى دي مين؟ compression. اللي بعده tube where water move in a form of circular wave to treating sprain and cramps، يبقى ده مين؟ جاكوزي. اللي بعده distance between two successive or crest trough، يبقى ده مين؟ wavelength. خلي بالك تبقى صايع قوي تقول لي ايه؟ of مين؟ transverse wave. اللي بعده 14 ادي هنا فيديو الجزء الثاني. تمام. طيب ماشي قلنا دي 13 قلناها. 14 distance between two ماشي successive
compression of refraction. ده مين؟ اقول لك مين؟ wavelength of مين؟ شاطر longitudinal wave. اللي بعده periodic motion produced result of vibration of medium particle in definite direction. يبقى دي بالنسبه لي مين؟ الويف موشن. يبقى البريودك موشن 2 لو قال لك في ريست بوزيشن يبقى ده بالنسبه لي اوسيلاتوري موشن، قال لي فايبريشن اوف ميديم بارتكلز يبقى ده بالنسبه لي مين؟ ويف موشن. wave in which particles of medium vibrate along direction يبقى دي مين؟ longitudinal wave. highest point of medium particles يبقى ده مين؟ ده الكريست. طيب لو قال لي lowest point يبقى ده مين؟ تراف. طيب البريودك تايم هو time taken to complete one oscillation. frequency number of complete oscillation by the body in 1 second. الكريست هو مين؟ اهي هي الهايست بوينت of medium particles in transverse wave. طيب راريفاكشنز هتقول لي مين؟ تقول لي دي it's a region اللي هيحصل which has low density and pressure in مين؟ longitudinal wave. طيب هنا give reason motion of rotary beam is periodic motion only but it not oscillatory motion. هي ليه periodic motion؟ periodic motion because it repeated regularly at equal periods of time. طيب هي ليه مش oscillatory motion؟ نعمل كده it don't ماله بس through rest position. اللي بعده periodic time decrease as the number of complete oscillation increase. ودي الحته دي مهمه because it's inversely relation between frequency and periodic time. اللي بعده frequency and periodic time equal 1 وربنا مهم because frequency is reciprocal of periodic time. اللي بعده sound wave are longitudinal mechanical wave. طيب because it propagate along the direction of propagate. طيب ده انا قلت هي ليه longitudinal، طب هي ليه mechanical؟ and it propagate او it need to propagate a medium او تقول need medium to propagate و don't propagate through vacuum. اللي بعده complete. Complete oscillation include كام successive displacement؟ 4. ايه ده يا مستر انت لسه مش قايل لي من شويه 2؟ لما قلت لك من شويه 2 كانوا قصدي على 2 successive time. طيب each one is called مين؟ amplitude. يبقى الكومبليت اوسيليشن بتتكون من 4 امبليتيود. ميجا هرتز ايكوال كام هرتز؟ الميجا 10 باور 9 والجيجا هرتز هنا الميجا 10 باور 6 والجيجا 10 باور ايه؟ 9. When oscillating body make 600 complete
سايكل بير مينيت. عاوز الفريكونسي، ما هو الاف ايكوال ان اوفر تي. الان بكام؟ 600. التي بكام؟ قال لك بير مينيت يبقى 60 ايكوال كام؟ 10. يبقى 10 هرتز. طيب in the opposite figure oscillatory motion دي الامبليتيود، قلت لك هتحط البوينت كده وتمشي كده كام؟ 5 سنتيمتر. سنتيمتر ايكوال 0.05 متر. طيب البريودك تايم، تعالى لي بقى هنا ادي التايم اهو. قال لك والله التايم لحد هنا 1.5، يبقى هقول ان هو تي سمول اوفر ان. طيب هو ده قد ايه؟ قلت لي 1.5. طب دول قد ايه من الويف؟ ادي هنا كده امبليتيودايه واحده 2 3، يبقى الامبليتيود 3 امبليتيود من الفور، يبقى ده قد ايه؟ 3 ارباع. ممكن تقول لي 3 اوفر 4 او 0.75. تقول لي اللي هي كام؟ 2. ادي 2 سكند. طيب الكومبليت اوسيليشن هتوصل عند بوينت كام؟ اهي لحد هنا ادي الاي. طيب اللي بعده in waves molecules of medium بيحصل لها ايه؟ vibrate without moving، ما بتتحركش بس بيحصل لها vibration. اللي بعده mechanical waves are classified into longitudinal and transverse. دي متجاوبه. transverse wave consists of بتتكون من ايه؟ قال لك والله كريست رف. اللي بعده longitudinal wave consists of compressions and refactions. تمام؟ refaction. اللي بعده crest in transverse wave. طيب الكريست قلنا كان قصادها مين؟ compression. طيب الجاكوز used to treat space by using hot water. الهوت ووتر كان مين؟ sprains and cramps. طيب الكولد ووتر كانت بتعالج مين؟ ايوه النيرفس تنشن. النيرفس تنشن. طيب نكمل اللي بعده. قال لك بروبلمز. قال لك body make 480 oscillation، يبقى ده مين؟ الان. 1 minute اللي هو التي، بس ده بالايه؟ بالمينت. عاوزه بالسكند يبقى 60 سكند. عاوز يحسب الايه؟ الاف والتي. الاف ايكوال ان اوفر تي. الان بكام؟ 480. التي بكام؟ 60 ايكوال 8 هرتز. طيب التي كابيتال ايكوال 1 اوفر اف. 1 اوفر 8 ايكوال 0.125 سكند. تمام كده؟ طيب ده الجزء اهو. عامة لو في جزء ما مش شايف فيه سؤال ممكن والله تاخد سكرين شوت وتحل، يعني ما تقوليش وسع يا مستر، يعني الشغل ده بقى يعني بطلنا. طيب هنا بيقول لي calculate the time of amplitude of 600 oscillation in 1 minute. انا كده محتاج اجيب اول حاجه، او عايز احسب كده التايم بتاع الامبليتيود الواحده. خلي بالك لازم اجيب التي كابيتال. هي التي كابيتال ايكوال مين؟ تي سمول اوفر ان. التي سمول 60 سكند. الان بكام؟ ب 600 ايكوال 0.1 سكند. 0.1 ده الكومبليت اوسيليشن. هي الكومبليت فيها كام امبليتيود؟ فيها 4 امبليتيود. يبقى انا كده عاوز اجيب تايم اوف امبليتيود ايكوال تي كابيتال اوفر 4. التي كابيتال هي 0.1 اوفر 4. 0.1 اوفر 4 ايكوال 0.025 اليونت ايه؟ سكند. تمام كده؟ طيب هنا عاوز احسب الان. ومديني مين؟ الاف. ومديني التي. يبقى الان ايكوال اف
باي تي. الاف بكام؟ 6. التي بكام؟ لو قلت ب 2 هكسر دماغك. بكام؟ ب 120 ايكوال 720 سايكل او كومبليت اوسيليشن. عاوز احسب الاف بالميجا هرتز ومديني البيريودك تايم بكام؟ ب 0.2. يبقى هقول ان مين؟ الاف ايكوال 1 اوفر تي كابيتال 1 اوفر 0.2 ايكوال كام؟ 5. ده 5 هرتز. طب انا عاوزها بالميجا هرتز، يبقى هقول 5 باي 10 باور كام؟ الميجا باور 6 ميجا هرتز. تمام كده؟ طيب هنا المسألة اللي بعدها بيقول لي in the opposite figure when a ball of pendulum move from x to y في 0.02 سكند. طيب هو ده قد ايه؟ قال لك ان دي هاف كومبليت اوسيليشن، ما هي دي نصها. طب نص الكومبليت اوسيليشن ب 0.02 يبقى الاوسيليشن على بعضها بكام؟ ب 0.04. يبقى التي كابيتال ايكوال 0.04 سكند. يبقى معنى كده ان الاف ايكوال 1 اوفر تي ايكوال 1 اوفر 0.04 ايكوال عامة هي 25 بس للتأكيد 04 25 ايه يا فنان؟ هرتز. طيب from the opposite figure choose periodic time اهو 0.4 الفريكونسي 1 over 0.4 1 over 0. او 0 او 0.4 اللي هو كام؟ 2.5. 2.5 ما احنا لسه قايلين من شويه، قلت لك ان الهرتز هي سايكل بير سكند لو تفتكر. الامبليتيود قال لك حط بوينت هنا وهمشي كده 2 سنتيمتر. ثانيه واحده نطلع فوق سنه. طيب هنا بعد كده بيقول لي the opposite figure calculate the distance covered by the pendulum to make 3 complete oscillation. طيب انا عندي هنا الامبليتيود بكام؟ ب 5. يبقى حلو، يبقى كده الامبليتيود ب 5 يبقى الكومبليت اوسيليشن بكام؟ 5 باي 4 ايكوال 20 سنتيمتر. حلو، يبقى هنا انا عاوز اجيب في ال 3 كومبليت اوسيليشن ايكوال 3 باي 4 او 3 باي 20 ايكوال 60 سنتيمتر. هتسيبها كده؟ لا، اوفر 100 ايكوال 0.6 متر. تمام كده؟ طيب هنا بيقول لك calculate the amplitude of simple pendulum which cover distance 80 سنتيمتر 1 complete oscillation. طيب هو ال1 الاوسيليشن فيها كام امبليتيود؟ 4 امبليتيود. فانا بقول لك ان هي كلها على بعضها ب 80 يبقى الامبليتيود الواحده بكام؟ 80 اوفر 4 ايكوال كام؟ شاطر 20 سنتيمتر. تمام كده؟ طيب بعد كده بقول لك what happens when oscillating body passes its rest position according to velocity. ايه اللي هيحصل؟ قلت لك لما يعدي من عند الريست بوزيشن فالفيلوسيتي ويل انكريز. يبقى فيلوسيتي، وانا اتغفل في السن ده اتغفل، يبقى هنا فيلوسيتي will be maximum. طيب number of oscillating produced، لو زودت number of oscillation يبقى frequency will increase. frequency will increase. اللي بعده the movement of pendulum. البندولم يعتبر مين؟ oscillatory motion. طيب the oscillating body moves at the two sides of its rest position so
the velocity ايه اللي يحصل لها؟ decrease when it go far from its rest point، تمام؟ ولا increase when it go far from rest position؟ اكيد لا طبعا. will reach maximum value when it pass its rest position. هي عامة الإجابة هتبقى A and C مش B. A و C، واختار دي. اللي بعده the following figure describes the oscillation of simple pendulum at different intervals of time. The amplitude of such pendulum. هو هنا عامة لو هو عاوز أكبر واحد هيكون هو ده الماكس، ده مين؟ ده الامبليتيود بتاعي. لكن الباقي دول ديسبيسمنت عاديين، يبقى الامبليتيود بالنسبة لي هو الماكسيمم ديسبيسمنت، فيبقى هو ده. the maximum displacement made by body ده اللي هو مين؟ amplitude. the complete oscillation complete تمام for successive displacement اللي هي مين؟ اللي هم 4 amplitude. frequency of oscillating body is measured اليونت بتاعتها اسمها ايه؟ هرتز. طيب the result of multiplying لسه قايلها frequency by periodic time ده اللي هو مين؟ 1. وقلنا ليه؟ because periodic time is reciprocal of frequency. حلو. if the frequency of an oscillating body 6 Hz يبقى البريودك تايم بكام؟ ب 1/6. A simple pendulum make 540 complete oscillation in 1 minute يبقى ال F equal N/T. ال N بكام؟ 540 وال T ب 60. يبقى هنا كام؟ 9 هرتز. مين في دول ميكانيكال ويف؟ الووتر والساوند اللي هو A and B. تمام؟ طيب 13 راديو ويفز دي تعتبر مين؟ ترانسفيرس وتعتبر مين؟ الكترومagnetic. طيب فهي اكيد مش لونجيتيودينال ويف واكيد مش ميديوم وهنا ولا اكيد هي ترانسفيرس ميكانيكال، فهي مين؟ propagate through vacuum. All the following are electromagnetic waves except sound. الراديو دي كنت بستخدمها في الرادار، اقسم بالله مهمه. when hitting a tuning fork the particles of air in touch with its ايه اللي هيحصل؟ vibrate in direction of ايه؟ of wave. تمام؟ without change their places مكانها مش هيتغير. تمام كده؟ طيب نخش في اللي بعده. transverse wave consists of بيتكون من ايه؟ transverse crest and trough. in the opposite figures the particles of the medium اللي هو الكويل vibrate هنا مين؟ up and down. up and down ليه؟ لان هو هنا خلي بالك بيحركوا perpendicular. تمام؟ فهنا upward and downward. اللي بعده the electric bell produced هنا هو بيطلع ساوند صح؟ يبقى مين؟ compression and rarefaction. اللي بعده the distance between the center of third compression التالت والفيفث يبقى ده الخامس، يبقى دول كام ويف؟ 2 ويفز. ال2 ويفز ب 20 يبقى الويف الواحده بكام؟ ب 10. اللي بعده ماكسيمم ديسبيسمنت قلت لك على طول الامبليتيود. ماشي 21 الفيلوسيتي بتتقاس بالايه؟ بالمتر بير سكند. طيب الويف لينث طيب من الشكل ده ادي هنا 1 2 3 ادي هنا 14 تمام كده ال 14 اهي. طيب دول كام ويف؟ ادي لحد هنا 1 2 3.5. طيب ال 3.5 دول ب 14 بقول 14 اوفر 3.5 اللي هي بكام؟ ب 4. هما 3 ويفز 0.5
ال 3 ويفز 0.5 دول خدوا قد ايه؟ 14، يبقى دول هيبقوا بكام؟ الامبليتيود قلت لك احط بوينت هنا وهمشي كده، الرقم ده بكام؟ ب 2. All electromagnetic wave have the same mean velocity. كلها الفيلوسيتي اللي هي كام؟ 3 باي 10 باور 8 متر بير سكند. A girl stand watching water waves. She saw 4 waves passing in 2 seconds. والويف لينث مديهولي ب 0.5. عاوز الفريكونسي. طب هنا مديني مين؟ عندي 4 ويفز في 2 سكند، اقدر اجيب الفي. يبقى هنا 4 اوفر 2 ايكوال 2 متر بير سكند. طيب انا كده بقى معايا الفي ومعايا مين؟ اللامدا. الاف ايكوال في اوفر لامدا ايكوال 2 اوفر 0.5 اللي هي كام؟ 4 هرتز. طيب الفيلوسيتي احنا حسبناها ب 2 متر بير سكند. متر بير سكند مش موجوده في التشويسز، طير ال 0.3 بقى 2 بس. تمام. all the electromagnetic wave have the same، لسه قلناها. اخر حاجه هنا كام؟ احنا محتاجين 23. all electromagnetic waves have the same. 22 احنا. طيب الامبليتيود قلنا ب 2. ماشي. a girl stand watching water waves دي برضو حليناها. ماشي. the periodic time of turning fork. طيب هنا التي كابيتال ايكوال تي سمول اوفر ال التي سمول هنا بكام؟ ب 60 اللي هو ال 1 مينيت، والان بكام؟ 240. 240 ايكوال كام؟ فورس. velocity of sound waves through air 3 by 10 باور 8 متر بير سكند.